بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين وتابعين برنامج صدى الملاعب، نحييكم بأجمل تحية ولقاءنا لهذا اليوم بشخصية رياضية، وهو الكابتن الكبير سعد هضير، قائد فريق منتخب شباب الشعيبة. كابتن رمضان كريم. الجميع إن شاء الله. شلونك كابتن؟ والله الحمد لله. الله شلون صحتك؟ الله يحفظك. رغم يمكن كبر سنك بعدك متعاطش بالرياضة، ها؟ بعد هي الرياضة المتنفس الوحيد انك تسوي. شلونك كابتن؟ والله نحمد الله والشكر. يمكن مدرس رياضة مو؟ اي الحمد لله. ما مدرس رياضة جزء. الحمد لله. العصر بالفريق والصبح بالدوام. الحمد لله والشكر. شكلتك ايش داعي؟ كابتن نعرض عليك بعض الأسئلة رياضية إن شاء الله. 10 أسئلة أكثر أقل ونجاوبنا إن شاء الله. بس يمكن بيها حرجات. بعد شو نسوي؟ نتحمل الإحراجات. توكل؟ إن شاء الله نتوكل. كابتن، أفضل فريق بالمنطقة. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر حضرتك وأشكر الإخوان الموجودين، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ورمضان كريم إن شاء الله على الجميع. الله يوفقك كابتن، رحمه الله عليك. بالنسبة لأفضل فريق، أنت قلت لي بداية يعني إحراجات وهاي، طبعا إحراجات وهاي، بس إحنا حتى بدون مجاملة ناخذ على النتائج الموجودة بآخر فترة. يعني لاحظنا فريق الاشتراكية يقدم نتائج جيدة، خاصة ببطولة مثل بطولة السيد فياض، يعني وصل إلى مراحل متقدمة وإن شاء الله وصل للنهائي، واعتبره هو هسه حاليا أفضل فريق مناصفة مع فريق شباب الشعيبة. يروح لي أفضل فريق شباب الاشتراكية، أفضل فريق حتى من باب نكران الذات أختار فريق الاشتراكية. تحياتنا لفريق الاشتراكية. كابتن، شخصية مدرب. أفضل مدرب؟ أي أفضل شخصية مدرب. يعني أنا يجوز شوية أطلع عن الروتين، يعني تسمح لي؟ لا براحتك، كل شيء براحتك. كلهم أحباب، كلهم أصدقاء. لا إن شاء الله، لا بالعكس إن شاء الله. بس أبدأ أختار اثنين يعني إذا تسمح لي، وبعد الحكم عدة جمهور. أنا هذا رأيي. إذا تختار اثنين بعد، أنا يمكن كابتن سعد يمكن أكبر من عدة عمر وأقدم من عدة رياضة، فنعطي السماحية. هو اللي هو عنده منصبين، اللي عنده منصبين طبعا يتفضل. شلون منصب رياضي ولاعب كرة قدم، والمنصب رجال مدرس، فبعد ما نقدر نعطيك السماحية كابتن. طبعا بداية هم إن شاء الله كلهم بيهم الخير بركة، مدربين فرق الشعيبة، بس تعرف هي مقومات النجاح للمدرب يعني الأدوات اللي هم اللاعبين اللي موجودين. فبعض المدربين عنده أدوات وعنده لاعبين جيدين، يقدم أو ما يقدم نقدر نحكم عليه. فبس بعض المدربين يعني لاعبين عنده يجوز مو بالمستوى العالي، وشوفه جاي يحقق نتائج يمشي بالأمور. يعني أنا بداية أختار الكابتن علي كاظم. هاي الفترة الأخيرة يعني انتشل الفريق، وفريق يقدم نتائج جيدة، مو مجاملة، لكن هذا إنصاف. والكابتن كذلك كابتن تحسين عبد الأمير أيضا أختاره من أفضل المدربين حاليا بالمنطقة الشعيبة، فمناصفة بين الكابتن تحسين عبد الأمير والكابتن علي كاظم. تحياتنا للكباتن. علي كاظم هو قائد فريق شباب الشعيبة، وتحسين عبد الأمير قائد فريق اشتراكي، كل التقدير له. كابتن، ترتب لنا تشكيلة من حراسة مرمى لخط الهجوم، والخطة شلون تريدها بكيفك. احنا للأسف اللي هي إن شاء الله. بالنسبة للتشكيلة يعني احنا عندنا هسه مجموعة من اللاعبين بالمنطقة، بس هو المطلوب ان انا اختار حارس و10 لاعبين، وبالمجمل 11 لاعب. فلا يزعلون علي بعض الاخوان اذا انا اختار فلان او فلان. تعرف مثلا مركز يوجد به 3 لاعبين او 4، فانا ما اقدر اختار هذه اللاعبين كلهم، لازم اختار واحد. صح. فالخطة الاكثر متداولة هي اللي هي 4-3-3. نعم. راح اختار خطة 4-3-3 براحتك. بالحراسة راح اختار جمال سرحان، حارس جيد وممتاز بضربات الجزاء، دائما يفوز الفريق. تحيات. الخط الدفاع اللي هو اختار قلب دفاع حسن علاوي، عباس ناصر. مساك يمين اللي هو ظهير ايمن مؤمل عجيل. مساك يسار ظهير يسار محمد قاسم، لاعب فريق الاخويه محمد قاسم.
محمد قاسم لاعب فريق محمد قاسم البدري. بحراسة المرمى جمال سرحان لاعب الاشتراكية. قلب دفاع عباس ناصر لاعب فريق الاشتراكية. اختاريت علي حسن لاعب فريق الفتيان. ظهير أيمن مؤمل عجيل لاعب فريق الفتيان. وظهير أيسر من فريق الأخوية محمد قاسم لاعب فريق الأخوية. تحياتنا له. خط الوسط طبعا عندنا مجموعة، يعني خط الوسط الصراحة مجموعة جيدة من اللاعبين، يعني موجودين هواي لاعب مثل يعني محسن وخالد. خط الوسط فأنت تحكمني بثلاث لاعبين لازم، بما أنه نلعب 4-3-3. فأمام المدافعين خلف اللاعبين الوسط اللي هو الربط ما بين الخطوط، لاعب الوسط اعتبره لاعب المفضل طبعا حسن علاوي بهذا المكان. وأمام حسن علاوي راح أختار حيدر كريم وعلي محمد، اللي هم هذا المثلث. سيد حيدر كريم علي محمد حسن علاوي. أما حسن علاوي لاعب فريق الأخوية، حيدر كريم لاعب فريق الاشتراكية، علي محمد لاعب فريق شباب لاعب فريق الأخوية. تحياتنا له. خط الهجوم اللي هو على اليمين حسين خضير، على اليسار ضياء عقيل، وراس حربة مهاجم تيسير عبود لاعب فريق الاشتراكية. بجانب حسين خضير حصني لاعب فريق الفتيان، والجانب العكسي هو ضياء عقيل لاعب فريق شباب الشعب. تحياتنا له. كابتن أفضل لاعب يعني على مستوى، مو بتشكيلة، على مستوى. طبعا بصراحة أنا بالنسبة لي حاليا أفضل لاعب حاليا، طبعا هسه احنا ناخذ على حاليا مو سابقا ولا لاحقا. اللاعب اللي اعتبره ولأسباب اعتبره أفضل لاعب ولأسباب حسن علاوي. الأسباب حسن علاوي أولا ولاعب خط وسط يمتاز بالمهام الدفاعية، يمتاز بالمهام الهجومية، ربط ما بين الخطوط، يمتاز بضربات الرأس، يمتاز بالكرات الثابتة المباشر، كذلك ضربات الجزاء جيد بيها، قوة، سرعة. فاعتبره لاعب متكامل بالنسبة للفرق الشعبية، يعني لاعب متكامل حتى ما نبالغ بالكلام، لاعب متكامل بالنسبة للفرق الشعبية. كذلك فوق هذا كله لاعب خلوق، فاعتبره أفضل لاعب بالنسبة لي. تحياتنا اللاعب حسن علاوي لاعب فريق الأخوية، اللي هو بحصيلته به أفضل لاعب شاب. والله عندنا مجموعة من لاعبين الشباب، بس أنا أختار واحد منهم، حمادة عبد الحسين لاعب فريق الزهراء. حمادة عبد الحسين هو بين قوسين، هسه نقول حمادة عبد الحسين يمكن معي. حمادة عبود لاعب فريق الزهراء. تحياتنا له. كابتن مساعد مدرب، اختار لنا مساعد مدرب. اختار الكابتن الكبير محمد حامد. تحياتنا للكابتن محمد حامد مساعد مدرب فريق الفتيان. أعزائي المشاهدين، فاصل وراجع لكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل. كابتن اختار لنا حكم ساحة. والله عندنا مجموعة من الحكام بالمنطقة، بس راح اختار حيدر كريم حكم ساحة شوية هادي، قراراته جيدة. مساعد أول، مساعد ثاني. مساعد أول حسن رياض، شوية ملم بالقانون الرياضي ويعرف يعني شوية قراراته جيدة، محكم وياي وأعرفه. واختار المساعد الثاني فريدو. حسن رياض تحياتنا، وبين قوسين فريدو يمكن ظاهر حبيب، ويمكن هسه
والمصافي، فتحياتنا له. كابتن سعد، تختار لنا شخصية رياضية. والله شوف، منطقة الشعيبة بها مجموعة يعني كبيرة من الشخصيات الرياضية، سواء سابقا أو حاليا، إيه. ومتابعة يعني كبيرة خاصة للحركة الرياضية حاليا. أنا أختار أخي وصديقي كابتن أحمد عبد الله. تحياتنا للكابتن والأستاذ أحمد عبد الله، الشخصية الرياضية، كابتن الحركة الرياضية بالمنطقة. والله بصراحة الحركة الرياضية بالمنطقة حاليا يعني حسب وجهة نظري المتواضعة أشوفها حركة جيدة، يعني لاعبين هواي بالمنطقة، فرق كثيرة بالمنطقة، ولو أنا عندي أكثر من علامة استفهام على كثرة الفرق سواء سلبيا أو إيجابيا. إيه. وأشوف الحركة يعني ما شاء الله، يعني بجهود الكباتن الموجودين اللي هم جامعين الشباب هاي المنطقة، أشوفها شيء إيجابي هسه حاليا، ولو بعض السلبيات انت يجوز ما يسمح الوقت نذكرها. لا براحتك. يعني السلبيات احنا نفرض يعني هسه حاليا السلبيات بعض الشباب شويه نشوفه مندمج بالرياضه ويعوف مثلا مستوى الدراسي، نشوف يعني دائما يمل بالرياضه اكثر من الدراسه، فاحنا ما نريد الشباب لا نريد يعوف الدراسه ولا نريد يعوف الرياضه. يعني يقول لك لا افراط ولا تفريط، بين البين. يعني انت عندك واجبات مدرسيه، واجبات يعني هاي مهمه، واجبات رياضيه، وهاي واجبات رياضيه. زين انت اذا انت مثلا اكو بعض اشوف ما انا يعني والله اضوج مرات، يعني هو الصبح بالمدرسه، العصر بالساحه، بالليل يفتر طالع وتارك واجباته، هذا فد عامل سلبي نعتبره. اما العامل الايجابي فهو انت تحتوي الشباب يعني وتنتشل الشباب من الامور الاخرى السلبيه بالرياضه وخصوصا كره القدم. هذا اشوفه فد شيء ايجابي للاعبين وللمنطقه وللشباب بشكل عام. قلت لك يعني هي احنا هاي اكو شغلات انت تكملها وتخلي الرياضه شيء مكمل لها. كابتن سعد، اكثر الكف والافضليه للايجابي يعني هاي المجال الرياضي، الحركه الرياضيه. احنا شوف تشجيع طبعا. هو بالنسبه للجانب انا قلت لك هاي الامور السلبيه، يعني بالنسبه هاي القضيه شائكه صراحه. فاحنا كنا رياضيين سابقا، بس كنا يعني نعطي وقت للرياضه ووقت هاي الامور الاخرى. بس اقول لك انا بعض مو كل بعض الشباب يعني مكرس وقته للرياضه اكثر من الامور المهمه الاخرى. فاحنا ما نريد هذا الشيء. اما الشغله الثانيه ولو اطلع من هاي الامور، وجزء انتم قبل سائلين وبعد يسالون بالنسبه يعني لكثره الفرق هم بيها شيء ايجابي وشيء سلبي. بس من تقول لي على الشيء الايجابي قلت لك يلم الشباب والشباب كلها تتجه للرياضه، يعني هذا في شيء ايجابي. اما بالنسبه للشيء السلبي تقول لي شنو الشيء السلبي؟ يعني تعرف فريق يوم من يلعب خاصه خارج المنطقه يمثل منطقه الشعيبه، يمثل منطقه صحيح، اسم الشعيبه، اسم صحيح. اي فاحنا يعني يؤسفنا بعض من فرقنا بعد. تعرف من تكثر الفرق راح شنو تقل قوه الفريق. صح. يعني بدل ما انت عندك مثلا نقول 5 فرق 4 فرق، عندك 10 فرق او 11 فريق او اكثر من هذا الشيء. فهذا شنو راح توزع اللاعبين وين على هاي الفرق. من تتوزع اللاعبين تجي الفريق تلقى بيه 4 5 3، يعني هذول تلقاهم على مستوى يعني لا بأس، بقية يجوز مستوى أقل. فمن يلعب خارج المنطقة سواء بالبصرة سواء بالزبير بأطراف الزبير، فتلقى إحنا فرقنا هاي الفترة الأخيرة نادرا ما يقدمون يعني يوصلون إلى مراحل متقدمة. ليش؟ لأن عناصر الموجودة عناصر صح قليلة فمتوزعة، وإن شاء الله يعني هاي الأمور تتعالج وكل من مستعز بفريقه وكل من مستعز بلاعبينه. كابتن، وهذا السؤال محرج. هي كل الأسئلة ترى لا مو هذا، راح أجيبه مو هسه. لا أفضل إعلام. والله شوف راح تنطر رايك وأجاوبك أنا. والله شوف بالنسبة يعني إحنا هنا عندنا بالمنطقة
سابقا يعني ما عندنا اعلام بشكل يعني بشكل كبير وشكل يعني هيك مثل هسه حاليا، بس البركه بالشباب حتى نكون واقعيين ومنصفين، مو من باب المجامله يعني احنا هسه قاعدين ونسولف ونجامل، لا انا بالنسبه لي طبعي تعرفون الاخوان ما اجامل واحد على حساب شيء. يعني الاخوان اشوفهم يعني بالنسبه لعلي داوود وجابر يعني حاليا يعني هم سووا نشاط بالاعلام الرياضي وحركه للشباب، ولا بأس يعني هذا الاعلام الرياضي هو الاعلام ترى جزء من الرياضه، فاللي يسمونه اعلام رياضي ينشر الامور الرياضيه، وهاي ان شاء الله اتمنى لهم التوفيق ومزيد من العطاء. فاختار يعني هم الولد علاء وجابر هسه حاليا هم بالمنطقه هم اللي مصدرين للاعلام الرياضي. تحياتنا للاعلامي جابر حبيب والمصور علي داوود. هي مشكله اذا ما اختارنا مسوي لنا مشكله. لا ان شاء الله ماكو مشكله والله بدون مجامله. لا بدون صوره ما ادري شلون يذبوننا وين. لا بدون مجامله. لا والله بدون مجامله. لا والله انا هسه اذا التقى بي احد او حضرتك ما اقول لا جابر علي داوود. لا بالعكس هسه انت شوف حتى رافقني بالريل حتى اللقطات مال علي داوود يعني على مستوى الزبير يعني لقطات احترافيه بس انا ما التقي به. بعد رايك انت رايك يخصك، انا رايي يخصني، انت رايك يخصك. تحيات لهم وبالتوفيق ان شاء الله. كابتن شنو رايك بالجمهور؟ والله شوف احنا بالنسبه بمنطقه الشعيبه نختلف عن بعض المناطق الاخرى، يعني جمهورنا دائما متعطش ومتعصب بعض الشيء. متعصب بعض الشيء، وتلقى يعني دائما يحب يشاهد ويحب يتفرج ويحب مباريات، يعني دائما يحب يتابع مباريات. والحمد لله والشكر هاي الفترة الأخيرة البطولات موجودة والجمهور جاي يستمتع بالمباريات، فاعتبر جمهور الشعيبة وجمهور ترى جمهور الزبير بشكل عام يختلف عن جمهور البصرة. جمهور الزبير وجمهور الشعيبة هم حلاوة كرة القدم والرياضة بالزبير وبالشعيبة بشكل عام. فاعتبر جمهور الشعيبة من أرقى الجمهور، وكذلك بس يعني هو شوي قلت لك متعصب بعض الشيء. مشاكسين عندك تذكر اسماء؟ لا هو مو مشاكسين. انا عندي مشاكس بس ما بس من عندك. انت عندك مشاكسين، بس هو مرات الجمهور ترى هو الجمهور جزء بعض الناس يعني يعصب اكثر من داخل الساحه. اي صحيح ليش داخل الساحه مرات يقول لك بس هو الجمهور ينفعل بعض الشيء اكثر من داخل الساحه. فهذا انا اقول لك الجمهور ليش قلت لك انا بالبدايه قلت لك هو متعطش للرياضه وكذلك متعصب. عندنا يعني بعض هذا متعصب، وان شاء الله يعني هاي ما تعتبر فد شيء سلبي. يعني هاي الامور سهله بسيطه. تحياتنا لجمهورنا الرياضي حقيقه المتواجي متحفز لكره القدم. كابتن مسيرتك الرياضيه؟ والله مسيرتي الرياضيه انا يعني بدايه مشواري كنت العب مع الكابتن جاسم البدري، جاسم محمد. جاسم محمد اللي اعتبره هو كان ملمنا احنا بالشباب بدايتنا. والله كنا احنا يعني ذاك الوضع وهاي حتى يعني مجرد شلون لاميننا ونلعب. واعتبره مصاحب فضل علي بداية واوجه له تحيه كابتن جاسم محمد البدري. تحياتنا والكابتن هاشم محمد البدري. تحياتنا الكابتن هاشم. بعد ذلك مسيره وكابتن اسد حسين فريق الطلبه. تحياتنا الكابتن اسد حسين رئيس فريق الطلبه. بعد ذلك فريق الفتيان كابتن حسين عبد الامير. تحياتنا الكابتن حسين عبد الامير. ومن 2006 ويا كابتن علي كاظم فريق شباب الشعيبه لحد الان. وكل التحيه والتقدير للفرق اللي ذكرتها، سواء رؤساء الفرق او لاعبين او جمهور الفرق اللي ذكرتها، كلهم احترمهم وكلهم اقدرهم، واوجه لهم تحيه كلهم.
ندعي لك التوفيق كابتن. من 2006 لحد هاي اللحظة ظهر كابتن سعد خضير ويا العمر إلى إن شاء الله شبير كابتن. ها الرياضة ما بيها كبير وزر. الرياضة هي احنا رياضة. ايش قد طورت بالفتيان قد طورت بالطلبة؟ الطلبة لعبت فيها موسم. ايه. والفتيان لعبت فيهم 3 مواسم. من 2003 ل 2006 والفتيان. وهسه فريق شباب الشعبي بقيادة الكابتن علي كاظم. اوجه له تحية كابتن اخوي وصديقي كابتن. تحياتنا للكابتن الكبير علي كاظم. باقي علي كاظم بعد كافي. ها وشباب الشعبي بعد هي ارى ملامح النهاية قريبة جدا. الله يوفقك كابتن. لكل بداية نهاية. الله يوفقك ان شاء الله كابتن. كابتن فريقك المفضل عالميا برشلونة. تحياتنا طبعا لك. وانا طبعا اللقاء ممتع ويا الكابتن سعد خضير حقيقة ممتع كلش ممتع. اي والله شجع برشلونة. تحياتنا لمشجعين ريال مدريد حتى نكون منصفين. تحياتنا لمشجعين ريال مدريد وتحياتي للكابتن الكبير سعد خضير اللي هو مشجع فريق برشلونة. كابتن احنا شكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا. الله يحفظك. متعنا بالاجوبه مالتك. الله يحفظك. رغم يمكن اتصلنا بيك عندك ظرف والله يعني احنا ننتظرك سفر والحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. اعزائي المشاهدين لا يسعدنا ان نقول لكم هنا انتهت حلقتنا من برنامج صدى الملاعب. نلتقيكم بشخصيه رياضيه يوم غد ونقول لكم الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.